النادي الأهلي المصري يوقع مع خوسيه ريفيرو مدربا جديدا، قرار مفاجئ يثير الجدل قبل كأس العالم للأندية. في خطوة مثيرة للجدل، أعلن النادي الأهلي المصري بطل القارة الإفريقية المتكرر عن تعاقده رسميا مع المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، مدرب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي سابقا، بعقد يمتد لموسمين، وذلك بعد أيام من إقالة المدرب السويسري مارسيل كولر إثر خسارة الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. وجاء الإعلان عن التعاقد قبل أسابيع فقط من مشاركة النادي في كأس العالم للأندية 2025، ما أثار موجة من الاستغراب والانتقادات بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة مع ضعف السيرة الذاتية للمدرب الإسباني وافتقاره للإنجازات الكبرى. كانت إقالة مارسيل كولر الذي قاد النادي الأهلي للتويج برابطة الأبطال مرتين مباشرة بعد خسارة الفريق أمام صن داونز في نصف النهائي الأخير، وهو ما اعتبر خيبة أمل للجماهير التي اعتادت على منافسة الأهلي الدائمة في النهائيات. وعلى الرغم من تحقيق كولر للبطولتين، إلا أن الخروج المبكر من البطولة القارية دفع إدارة النادي للبحث عن بديل، واختارت المفاجأة بتعيين ريفيرو الذي لم يكن اسمه متداولا بقوة في وسائل الإعلام المصرية. يصل المدرب الإسباني البالغ من العمر 45 عاما إلى القاهرة وسط تشكيك كبير في قدرته على قيادة عملاق إفريقي مثل الأهلي، الذي يمتلك تاريخا حافلا وألقابا قارية وعالمية. ريفيرو الذي درب أورلاندو بيراتس في جنوب إفريقيا لموسمين فقط، ويحتل المركز الثاني الآن في الدوري المحلي، كما لم يسبق له تدريب أندية كبرى. وبحسب محللين، فإن مسيرته التدريبية القصيرة تشكل نقاط ضعف كبيرة في ظل طموحات الأهلي الإقليمية والدولية. تفاعلت جماهير النادي الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي بموجة من الغضب، حيث تساءل الكثيرون عن معايير اختيار الإدارة لمدرب بدون خبرة في فترة حرجة قبل كأس العالم للأندية، وخاصة أنه تم استبداله بمدرب حقق لقبين أفريقيين متتاليين مثل مارسيل كولر. بينما أشار آخرون إلى أن القرار يبدو مرتجلا، خاصة مع وجود أسماء كبيرة كانت متاحة في السوق التدريبية. يواجه ريفيرو تحديا ثلاثيا: إقناع الجماهير بجدارته، وإعداد الفريق سريعا لكأس العالم للأندية، وتحقيق نتائج فورية في الدوري المصري ودوري الأبطال. وبحسب مصادر داخل النادي، فإن الإدارة تبرر اختيارها بالتركيز على النهج التكتيكي الحديث لريفيرو الذي يشيد به في جنوب إفريقيا لتطويره أداء الفريق. لكن يبقى السؤال: هل يكفي ذلك لقيادة فريق يطمح للقب عالمي؟ حسب رأيي الشخصي، فأن التعاقد مع ريفيرو مخاطرة غير مضمونة. الأهلي يحتاج لمدرب يعرف الضغوط الهائلة هنا، ويفهم ثقافة الكرة الإفريقية. ريفيرو قد يكون صاحب رؤية، لكن غياب الخبرة في التعامل مع ناد بحجم الأهلي يعقد المهمة. وما هذا قد أكون مخطئا وقد ينجح مع الفريق، وهذا ما نتمناه. ستكون البطولة العالمية المقررة قريبا الاختبار الأصعب لريفيرو، حيث سيواجه الأهلي أندية من مستوى كبير، وإذا فشل في تقديم أداء مشرف فقد تتحول الأزمة إلى عاصفة حقيقية، لا سيما أن الجماهير تتذكر جيدا إنجاز الأهلي بالوصول إلى منصات التتويج في نسخ سابقة. أكد بعض المسؤولين في النادي أن ريفيرو يتمتع بخطة طموحة ومفصلة لتطوير الفريق، مشيرا إلى أن التعاقد جاء بعد دراسة مستفيضة. لكن الإدارة لم تجب عن تساؤلات حول سبب عدم التوجه لمدربين ذوي خبرة إفريقية مثل بيتسو موسيماني أو خوان كارلوس أوسوريو وغيرهم الكثير، وهو ما يزيد من حدة الشكوك. بينما تعلن القلعة الحمراء عن بداية عهد جديد، تظل الإجابة عن سؤال النجاح أو الفشل معلقة على أداء ريفيرو في الميدان.